مدينة بغداد مدينة دار السلام وحضرة الإسلام، ذات القدر الشريف والفضل المنيف، مثوى الخلفاء ومقر العلماء. قال أبو الحسين بن جبير رضي الله عنه: وهذه المدينة العتيقة وإن لم تزل حضرة الخلافة العباسية ومثابة الدعوة الإمامية القرشية، فقد ذهب رسمها ولم يبق إلا واقها وتبخلا فقيل وتناديه العلم. خلق الهوى العذري من أخلاقها، نفس الفداء لها، فأي محاسن في الدهر تدرك من سنى إشراقها. ولبغداد جسران اثنان معقودان على نحو الصفة التي ذكرناها في جسر مدينة الحلة، والناس يعبرونهما ليلا ونهارا رجالا ونساء، فهم في ذلك في نزهة متصلة. وببغداد من المساجد التي يخطب فيها الخطباء وتقام فيها الجمعة 11 مسجدا، منها بالجانب الغربي 8 وبالجانب الشرقي 3، والمساجد سواها كثيرة جدا، وكذلك المدارس إلا أنها خربت. وحمامات بغداد كثيرة، وهي من أبدع الحمامات، وأكثرها مطلية بالقار مسطحة به، فيخيل لرائيه أنه رخام أسود. وهذا القار يجلب من عين بين الكوفة والبصرة تنبع أبدا به، ويصير في جوانبها كالصلصال، فيجرف منها ويجلب إلى بغداد. وفي كل حمام منها خلوات كثيرة، كل خلوة منها مفروشة بالقار، مطلي نصف حائطها مما يلي الأرض به، والنصف الأعلى مطلي بالجص الأبيض الناصع، فالضدان بها مجتمعان متقابل حسنهما. وفي داخل كل خلوة حوض من الرخام فيه أنبوبان، أحدهما يجري بالماء الحار والآخر بالماء البارد، فيدخل الإنسان الخلوة منها منفردا لا يشاركه أحد إلا إن أراد ذلك. وفي زاوية كل خلوة أيضا حوض آخر للاغتسال فيه أيضا أنبوبان يجريان بالحار والبارد، وكل داخل يعطى 3 من الفوط، إحداهما يتزر بها عند دخوله، والأخرى يتزر بها عند خروجه، والأخرى ينشف بها الماء عن جسده. ولم أرى هذا الإتقان كله في مدينة سوى بغداد، وبعض البلاد تقاربها في ذلك. الجانب الغربي من بغداد. الجانب الغربي منها هو الذي عمر أولا، وهو الآن خراب أكثر، وعلى ذلك فقد بقي منه 13 محلة، كل محلة كأنها مدينة بها الحمامان والثلاثة، وفي 8 منها المساجد الجامعة. ومن هذه المحلات محلة باب البصرة، وبها جامع الخليفة أبي جعفر المنصور رحمه الله، والمارستان فيما بين محلة باب البصرة ومحلة الشارع على الدجلة، وهو قصر كبير خرب بقيت منه الآثار. وفي هذا الجانب الغربي من المشاهد قبر معروف الكرخي رضي الله عنه، وهو في محلة باب البصرة. وبطريق باب البصرة مشهد حافل البناء، في داخله قبر متسع السنام، عليه مكتوب: هذا قبر عون من أولاد علي بن أبي طالب. وفي هذا الجانب قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق والد علي بن موسى الرضا، وإلى جانبه قبر الجواد. والقبران داخل الروضة عليهما دكانة ملبسة بالخشب عليه ألواح الفضة. الجانب الشرقي منها. وهذه الجهة الشرقية من بغداد حافلة الأسواق عظيمة الترتيب، وأعظم أسواقها سوق يعرف بسوق الثلاثاء، كل صناعة فيه على حدة. وفي وسط هذا السوق المدرسة النظامية العجيبة التي صارت الأمثال تضرب بحسنها، وفي آخره المدرسة المستنصرية، ونسبتها إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله أبي جعفر بن أمير المؤمنين الظاهر بن المؤمنين الناصر. وبها المذاهب الأربعة، لكل مذهب إيوان فيه المسجد وموضع التدريس، وجلوس المدرس في قبة من خشب صغيرة
على كرسي عليه البسط، ويقعد المدرس عليه السكينة والوقار لابسا ثياب السواد معتما، وعلى يمينه ويساره معيدان يعيدان كل ما يمليه. وهكذا ترتيب كل مجلس من هذه المجالس الأربعة. وفي داخل هذه المدرسة الحمام للطلبة ودار الوضوء. وبهذه الجهة الشرقية من المساجد التي تقام فيها الجمعة 3: أحدها جامع الخليفة، وهو المتصل بقصور الخلفاء ودورهم، وهو جامع كبير فيه سقايات ومطاهر كثيرة للوضوء والغسل. لقيت بهذا المسجد الشيخ الإمام العالم الصالح مسند العراق سراج الدين أبا حفص عمر بن علي بن عمر القزويني، وسمعت عليه فيه جميع مسند أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي، وذلك في شهر رجب الفرد عام 27 و700. قال: أخبرتنا به الشيخة الصالحة المسندة بنت الملوك فاطمة بنت العدل تاج الدين أبي الحسن علي بن أبي البدر قالت: أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن مسعود بن بهروز الطبيب المارستاني قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن شعيب السنجري الصوفي. والجامع الثاني جامع السلطان، وهو خارج البلد وتتصل به قصور تنسب للسلطان. والجامع الثالث جامع الرصافة، وبينه وبين جامع السلطان نحو النيل. قبور الخلفاء ببغداد، وقبور بعض العلماء والصالحين بها. وقبور الخلفاء العباسيين رضي الله عنهم بالرصافة، وعلى كل قبر منها اسم صاحبه، فمنها قبر المهدي، وقبر الهادي، وقبر الأمين، وقبر المعتصم، وقبر الواثق، وقبر المتوكل، وقبر المنتصر، وقبر المستعين، وقبر المعتز، وقبر المهتدي، وقبر المعتمد، وقبر المعتضد، وقبر المكتفي، وقبر المقتدر، وقبر القاهر، وقبر الراضي، وقبر المتقي، وقبر المستكفي، وقبر المطيع لله، وقبر الطائع، وقبر القائم. كذلك هناك قبر القادر، وقبر المستظهر، وقبر المسترشد، وقبر الراشد، وقبر المقتفي، وقبر المستنجد، وقبر المستضيء، وقبر الناصر، وقبر الظاهر، وقبر المستنصر، وقبر المستعصم، وهو آخرهم. وعليه دخل التتر ببغداد بالسيف، وذبحوه بعد أيام من دخولهم، وانقطع من بغداد اسم الخلافة العباسية، وذلك في سنة 54 و600. وبقرب الرصافة قبر الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وعليه قبة عظيمة وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر، وليس بمدينة بغداد اليوم زاوية يطعم الطعام فيها ما عدا هذه الزاوية، فسبحان مبيد الأشياء ومغيرها. وبالقرب منها قبر الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ولا قبة عليه. ويذكر أنها بنيت على قبره مرارا فتهدمت بقدرة الله تعالى. وقبره عند أهل بغداد معظم، وأكثرهم على مذهبه. وبالقرب منه قبر أبي بكر الشبلي من أئمة المتصوفة رحمه الله، وقبر سري السقطي، وقبر بشر الحافي، وقبر داوود الطائي، وقبر أبي القاسم الجنيد رضي الله عنهم أجمعين. وأهل بغداد لهم يوم في كل جمعة لزيارة شيخ من هؤلاء المشايخ، ويوم لشيخ آخر يليه، هكذا إلى آخر الأسبوع. وببغداد كثير من قبور الصالحين والعلماء رضي الله تعالى عنهم. وهذه الجهة الشرقية من بغداد ليس بها فواكه، وإنما تجلب إليها من الجهة الغربية، لأن فيها البساتين والحدائق. ووافق وصولي إلى بغداد كون ملك العراق بها، فلنذكره هاهنا. سلطان العراقين وخراسان، وهو السلطان الجليل أبو سعيد بهادر خان، وخان عندهم الملك، ابن السلطان الجليل محمد خدابنة.
وهو الذي أسلم من ملوك التتر، وضبط اسمه مختلف فيه. فمنهم من قال إن اسمه خدا بندة، وبندة لم يختلف فيه. وتفسيره على هذا القول عبد الله، لأن خدا بالفارسية اسم الله عز وجل، وبندة غلام أو عبد أو ما في معناهما. وقيل إنما هو خر بندة، وتفسير خر بالفارسية الحمار، فمعناه على هذا غلام الحمار. فشد ما بين القولين من الخلاف على أن هذا الأخير هو المشهور، وكان الأول غيره من تعصب عليه. وقيل إن سبب تسميته بهذا الأخير هو أن التتر يسمون المولود باسم أول داخل على البيت عند ولادته، فلما ولد هذا السلطان كان أول داخل الزمال، وهم يسمونه خربندة فسمي به. وأخو خربندة هو قازغان الذي يقول فيه الناس قازان، وقازغان هو القدر. وقيل سمي بذلك لأنه لما ولد دخلت الجارية ومعها القدر. وخدا بندة هو الذي أسلم وقدمنا قصته، وكيف أراد أن يحمل الناس لما أسلم على الرفض، وقصة القاضي مجد الدين معه. ولما مات ولي الملك ولده أبو سعيد بهادر خان، وكان ملكا فاضلا كريما، ملك وهو صغير السن. ورأيته ببغداد وهو شامل أجمل خلق الله صورة لا نبات بعارضيه، ووزيره إذ ذاك الأمير غياث الدين محمد بن خواجة رشيد، وكان أبوه من مهاجرة اليهود. واستوزره السلطان محمد خدا بندة والد أبي سعيد. رأيتهما يوما بحراقة في الدجلة، وتسمى عندهم الشبارة، وهي شبه سلورة. وبين يدي دمشق خواجة ابن الأمير جوبان المتغلب على أبي سعيد، وعن يمينه وشماله شبارتان فيهما أهل الطرب والغناء. في هذه المحلة 10 أيام صحبة الأمير علاء الدين محمد إلى بلدة تبريز، وكان من الأمراء الكبار الفضلاء. فوصلنا بعد 10 أيام إلى مدينة تبريز، ونزلنا بخارجها في موضع يعرف بالشام، وهنالك قبر قازان ملك العراق، وعليه مدرسة حسنة وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر من الخبز واللحم والأرز المطبوخ بالسمن والحلواء. وأنزلني الأمير بتلك الزاوية، وهي ما بين أنهار متدفقة وأشجار مورقة. وفي غد ذلك اليوم دخلت المدينة على باب يعرف بباب بغداد، ووصلنا إلى سوق عظيمة تعرف بسوق قازان، من أحسن سوق رأيتها في بلاد الدنيا، كل صناعة فيها على حدة لا تخالطها أخرى. واجتزت بسوق الجوهريين، فحار بصري مما رأيته من أنواع الجواهر، وهي بأيدي مماليك حسان الصور، عليهم الثياب الفاخرة، وأوساطهم مشدودة بمناديل الحرير، وهم بين أيدي التجار يعرضون الجواهر على نساء الأتراك، وهن يشترينها كثيرا ويتنافسن فيها. فرأيت من ذلك كله فتنة يستعاذ بالله منها. ودخلنا سوق العنبر والمسك، فرأينا مثل ذلك وأعظم. ثم وصلنا إلى المسجد الجامع الذي عمره الوزير علي شاه المعروف بجيلان، وبخارجه عن يمين مستقبل القبلة مدرسة، وعن يساره زاوية، وصحنه مفروش بالمرمر، وحيطانه بالقيشاني، وهو شبه الزليج، ويشقه نهر ماء، به أنواع الأشجار ودوال العنب وشجر ياسمين. ومن عادتهم أنهم يقرؤون به كل يوم سورة ياسين وسورة الفتح وسورة عامة بعد صلاة العصر في صحن المسجد، ويجتمع لذلك أهل المدينة. وبتنا ليلة بتبريز، ثم وصل بالغد أمر السلطان أبي سعيد إلى الأمير علاء الدين بأن يصل إليه، فعدت معه ولم ألق بتبريز أحدا من العلماء. ثم سافرنا إلى أن وصلنا محلة السلطان، فأعلمه الأمير المذكور بمكاني وأدخلني عليه، فسألني عن بلادي وكساني وأركبني،
وأعلمه الأمير أني أريد السفر إلى الحجاز الشريف، فأمر لي بالزاد والركوب في السبيل مع المحمل، وكتب لي بذلك إلى أمير بغداد خواجة معروف، فعدت إلى مدينة بغداد واستوفيت ما أمر لي به السلطان. وكان قد بقي لأوان سفر الركب أزيد من شهرين، فظهر لي أن أسافر إلى الموصل وديار بكر لأشاهد تلك البلاد وأعود إلى بغداد في حين سفر الركب، فأتوجه إلى الحجاز الشريف.